طيب اعزائي متابعي ومشاهدي وكاله الذكرى نيوز. طبعا مثل ما عودناكم انه دائما كاميرتنا توثق الحالات الانسانيه في الشارع النجف، واليوم نلتقي مع بائع عرق السوس في محافظه النجف الاشراف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ريت توضح للمتابعين والمشاهدين مكونات هذا يعني العصير اللي قاعد تبيعه. والله العصير تمر هين وشكر ولامندوزي وصغير اسود ونخلطه بالبيت ونجي نبيع على باب الله. يعني مده التحضير مالته شلون يستغرق وياك، وبعدها يعني شلون تتمكن من انه تبيع خارج؟ المدة يعني حسب، يعني نص ساعة ساعة أقل يعني يعيش. والله مكملة وهاي دور على حسب الأصول مكملة، نحطها بهذا اللي بالجود مالتنا ونكمل ونحط مثاليد وهاي والدور نطلع على بابا. شو وقت تطلع الأوقات اللي تطلع بيها؟ نطلع بالتسعة 9 وربع والرزق بيد ربه. بحل ب 12 بالوحدة بالثنتين يعني تستفاد. والله نعم تحصل 25 30 نعم. يعني المواد كلها محليه يعني؟ اي كلها منا يعني من ابو الجمله نشتري. تاخذون. اي يعني الاوقات اللي تبيعون فيها؟ الاوقات يعني نطلع ب9 وربع 9 تحل ورا رزق ربك هو بعد، يعني تحل ب 11 مرات بال10 ونص ب 12 بالوحده حسب. زين شلون تشوف اقبال المواطنين على شراء هذا؟ والله المواطنين الكل يعني دائما هواي يعني يشترون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو هذا السوس؟ والله عصير بارد كياقنا الحر ونشرب. اي والله. طعمه؟ والله طيب. يعني دام يصير اي دائما نسل الولد يوم يعبرنا. اي والله.